أهلا وسهلا. نورتونا أول شيء في باص الخليج. رسالة المحبة والسلام انطلقت من هذا الباص. اليوم وجودكم مهم جدا في خليجي 25 برسالة المحبة والسلام. نعم، أنا أولا أود أن أؤكد بأننا نمثل وفد وزارة الخارجية العراقية، واللي في الحقيقة احنا موجودين مع مجموعة من سفراء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي، ونرأس الوفد من وزارة الخارجية بالإضافة للزملاء سعد سفير هشام العلوي وعدد من سفراء وزارة الخارجية من غرفة عمليات خليجي 25 خليجي بصراوي 25. اليوم شنو الهدف من وجودكم اليوم؟ بتمثلون بهذا الكم الهائل من خليجي 25، وأكيد كانت عندكم رسالة. الهدف الرئيسي والرسالة من تواجدكم اليوم؟ تواجدنا الرسمي، نحن في وزارة الخارجية في الدبلوماسية العراقية قد عملت جهود جبارة بالإضافة لجهود اللي قامت بها اللجنة العليا التحضيرية برئاسة معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الفاضل أحمد المبرقع، اللي قدم جهود جبارة بعضوية عدد من الوزارات أعضاء الحكومة من كافة الهيئات. وزارة الخارجية كانت جزء أساسي في العمل داخل هذه اللجنة، وقدمت عمل دبلوماسي من أجل التشجيع على حضور دبلوماسي عالي المستوى، سياسي عالي المستوى. التمثيل الموجود اليوم هو جزء من مهام وزارة الخارجية، سواء في مركز الوزارة أو من خلال سفاراتنا وبعثاتنا في الخارج، بالإضافة إلى التوصيات التي قدمت وعدة رحلات قد قمنا فيها من أجل التأكيد على جهوزية البصرة لدخول الجماهير. لذلك وزارة الخارجية جزء أساسي من التحضير هذا الافتتاح الرائع فيما يتعلق بتخصصها الدبلوماسي، وأيضا في القضايا القنصلية ودخول الجماهير عبر المنافذ البرية والمنافذ الجوية. نعم. ست حابين نعرف رسالتك إلى دول الخليج اللي هم اليوم شفتيهم متوافدين إلى البصرة، وهواي شفنا مدح بكرم أهل البصرة. شو حابة توجهين رسالة لهم؟ نقول العراق ديرتكم، البصرة ديرتكم. أود أن أوجه رسالة الباص الذي في الحقيقة قدم جهد جبار لوحدة العراق والعراقيين عندما ذهب إلى العديد من المحافظات، واستطاع أن يوصل رسالة في بادئ الأمر من أجل الترويج لأهمية الوحدة الوطنية، واللي جسدها اليوم الملعب والجمهور. وجودنا في هذا العدد الكبير نهتف جميعا باسم العراق الحبيب الذي يجمعنا جميعا، ونهتف باسم البصرة العاصمة الاقتصادية، والبصرة التي حقيقة هي دائما كانت عروس الخليج. نقول بأننا بعافية، والعراق عائد بقوة إلى مكانته الطبيعية، وأن كل ما علينا أن نفعله جميعا أن نبقى على وحدتنا، وأن نحب بلدنا، وأن نعيش حقيقة أيام قادمة سواء في استثمار هذا العرس الكرنفال الكروي الكبير من أجل التأكيد على هذه الوحدة، أما نستثمر البنى التحتية لكي نبدأ كافة أنواع السياحة المطلوبة، بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمار والتواصل مع دول الخليج. ضيوفنا وهم أشقائنا سواء كانوا من الخليج العربي من العرب، هناك كان وفود عربية من دولة فلسطين ومن عدد من الدول الأخرى أيضا من غير دول الخليج واليمن، وأيضا نرحب فيهم جميعا. هناك بعض الشخصيات اللي موجودة ليس من العرب إنما من أصدقائنا الأجانب. نقول العراق حاضر ويمد يده من أجل العمل المشترك، وإن شاء الله نجد المزيد من المهتمين في الاستثمار في العراق، والبدء حقيقة بشكل جدي من أجل إعادة الأعمار. وسيرون بأن ما أعيد إعماره في البصرة يكون يعني قوة أساسية لخطة عمل مشتركة للمرحلة المقبلة. نعم، شكرا لك، نورتونا، وشكرا تواجدكم اليوم في باص الخليج، وبالتأكيد وهذه رسالة المحبة سننطلق من جديد. شكرا لكم. شكرا لباص الخليج. باص الخليج يجمعنا.